نبداو بسؤال بسيط. شكون هو المخرج ديال ذا جاد فاذر؟ واخا شكون هو المخرج ديال الارهاب والكباب وديال البرتقال المره؟ لورد اوف ذا رينج، انسبشن، فايت كلوب. المهم اللي يقدروا يجاوبوا على الاسئله يمكنهم يخرجوا من الفيديو. انا داوي مع الناس اللي بقاو. عندنا مشكله كبيره. انا متاكد باللي كتعرف سميات النجوم اللي كاينين في كاع الافلام اللي ذكرت في الاول، وعارف حوايج اخرين. عارف كتكون ديما كتشكا باللي ما كاين حتى شي حاجه زوينه تقدر تتفرج فيها وانت دايرين بيك الاف الافلام الواعره واللي ما عمرك سمعتي بها. فاش كيسولك شي واحد شنو هو اعز فيلم عندك، كتعطيه اشهر بلوك بوستر سمعتي به، حيت ما كتعرف الافلام اللي كيدويو عليهم الناس اللي دايرين بيك ولا اللي كيقترحوهم عليك نتفليكس في ستريم ديالك. كتفرج في افلام عيانه فيها مشاهير كبار وكتقنع راسك بانها ما بيهاش حيت التمثيل كان زوين. كتحكم على جودة فيلم قبل ما تشوفوه غير بالكمامر اللي كاينين في الافيش. كتلوم ذا ستوري، ذا جانرا، الاخراج، وما عمرك كتعترف باللي تبعتي الشخص الغلط، الممثل اللي اختارتي على ودو الفيلم. عرفتي شنو؟ يمكن تكون كتبغي شويه سينما، ولكن اكثر من هادشي كامل انت متابع كبير ديال المشاهير، وبين حب السينما وحب المشاهير كاين فرق كبير. والغلط ديالك هو هذا: الممثلين ما عندهم أهمية. عرفتي شنو؟ تخيل معايا انت وصحابك غاديين لشي فانسي ريستورانت، كندوي على النوع ديال الريستورانت الغاليين المبعصين اللي فيهم غير الاطباق الذوقيه اللي ما كيشبعوش، وهاد الاطباق كيجيو في كورسات الوصفات في شكل ما كتعرف حتى كيفاش تنطق سمياتها. البلايص اللي كيقدموا لك ماكله غابره وفيها بزاف الابداع بحال الافلام. المهم ماشي شي منيو كتلقاه في لي ريستورون العاديين. وهنا غادي يولي الموضوع انتريستين. كتشيكيو ريزيرفاسيون ديالكم مع الدخله، كياخذوا من عندكم الجاكيطات وكيمشيو معاكم حتى الطبله ديالكم، وانت كتبقلل في الديكور اللي داير بيك والتريات اللي هابطين من السقف والطباصل الكيسان ديال الكريستال والموس والفورشيطه ومعلقات صغيورين حداهم ديال النحاس، وانت كدير جهدك باش تبان زعما عادي ما تبانش مدهشر، وانت حناك كيصفقوا تحت الطبله، انت باقي حتى ما سخنتي بلاصتك. بوم براد بيت ولا رشيد الوالي كيوقف عليك. غنسميوه براد الوالي. براد الوالي لابس سموكين كحل، قميشه بيضاء، نباب احمر وسنانو بيضين بحال شي كابينه. كيتبسم هو ماد لكم المنيو وكيقول لكم بصوت حنين غير جاي ياخذ من عندكم لا كوموند ديالكم دابا شويه. انت وصحابك كلكم كتناقزوا: براد الوالي غيسر بينا، يا ربي ما نكونش كنحلم. من بعد ما تكلميتي ورجعت لك الحلوفه بديتيك تقرا في المنيو. اطباق عندها اسماء طويله ومفشكله وعجيبه عمرك ما سمعتي بها، بقيتي غير كتشوف في الاخر اختاريتي اغرب حاجه بانت لك واخا ما عندك حتى فكره على شنو هي. ليها هاد الليله براد الوالي ولا يسر بينا اش غيوقع كاع. حتى كيبان لك البلان نتوما باقيين داويين عليه ويرجع ياخذ لا كوموند ديالكم، كيسمع لكم كيتبسم كيقترح لكم حتى المنيو دو شيف ديال ديك الليله، وكيزيد سي اون اكسبيريونس كولينير اكستراوردينير. كيقولها بواحد الفرنساويه مخضره باللهجه المغربيه والامريكانيه، ولكن كيبقى كيوت حيت براد الوالي هذا. المهم كتجلس تسنى مع صحابك، كتشرب جغيمات وكتبقى تبسم بحال شي هبيل، كتحاول تخبي الاكسايتمنت ديالك. وجد راسك هادشي اللي غادي يوقع دابا غادي يبدل النظره ديالك للافلام في مره. من بعد شويه كيرجع براد الوالي دافع واحد الشاريو صغير بالرويضه فوق منه الماكله ديالكم، كيسربي كل واحد انت هو الاخر، من بعد كيحيد لا كلوش فوق من الطبسيل ديالك بكل رشاقه. الاطباق ديالكم ما كيشبهوا حتى شي حاجه شفتوها في حياتكم من قبل، ولكن اللي كيسربيها هو براد الوالي. هزيتي الموس والفرشيطه وتتلح. كيفاش نوصف لك المذاق؟ بشيع. يمكن ما عمرك ما ذقتي الماكله ديال البهايم، ولكن غتكون احسن من هاد الزمر. كتحاول تسرط ولكن ما كتقدرش. اللحم زفر وقاصح قصح من راس المهداوي، والعطريه مشاده بزاف. كتحاول تسرد داكشي اللي في فمك ولكن صعيب. انت يلاه باغي تبزق داكشي اللي في فمك في الطبسيل، واحد الطل كيجي وكيغطي الطبله. كتهز راسك. براد الوالي رجع كيشوف فيك ابتسامته والبيضه بحال الكابينو. كتلوح عينك جهه صحابك كيبان لك حتى هما في نفس التحنسيه. كتعاود ترجع لبراد الوالي وهو بحال كيتسناك تقول ليه شي حاجه، والحاجه الوحيده اللي كتخرج لك هي فاكيت، وكتقيا كاع داكشي اللي في فمك في الطبسيل وكاع شويه كاع في العناب. دابا قبل ما نكمل خليني نسولك الغلط ديال من هذا. كتاخذ وقتك باش تنفس وتمسح فمك بالسربيته، كدور تشوف براد الوالي هو بحال باقي كيتسناك تقول شي حاجه. شنو غتقول ليه؟
كون صريح مع راسك. واش براد الوالي هو المسؤول على هذا البلان؟ واش هو اللي شرى هذا اللحم القديم؟ واش هو اللي اختار هذه الوصفه البايته؟ واش هو اللي قطع الخضره، خلط العطريه، زاد لاصوص، طيب الزمر كامل؟ ازيدي نمشيو بعيد، واش هو اللي اختار الموسيقى اللي مطلقه في الريستو، والكرسي المريح اللي حط عليه قصيبتك، والجو الحميمي اللي عاطينو الضواء ديال الدريات، هو اللي طبع عليه مونيو، هو اللي حتى منات كل الاطباق؟ انت عارف باللي لا وباينه لا. خدمه براد الوالي هو يسر بيك باش تكون عندك احسن تجربه انسانيه ممكنه. هو غير الوجه ديال الريستو، الابتسامه، الصوت، الدفء، الظرافه، اللمسه الانسانيه ديال المحل اللي انت فيه. غير سارح بيك في تجربه الناس اخرين هما اللي خلقوها. دابا كون كانت الماكله زوينه كنتي غتنوض تبوس ليه راسو وتشكروه على حداكتو في الطياب وتقول ليه سير براد الوالي الله يعطيك الصحه. لا، ودابا من الماكله خايبه غتنوض تعربط وطلب تدوي مع الشيف، المخرج ولا المناجر، المنتج، حيت دوك الجوج هما الناس المسؤولين الاولين على جزء الكبير من التجربه اللي كتعيش. بحال في الكوزينه ديال الريستو، اهم الحوايج في السينما كتوقع في الكواليس. الفيجن ديال المخرج، القصه ديال السيناريست، الجماليه في علمه ديال التصوير، الريتم ديال الاديتور، والديكور والستيليسم والصوت، وزيد قشله ديال الحوايج الجوهريه خصها تجمع باش تخلي فيلم يكون واعر ولا حامض. ولكن اش لك انت في هادشي كامل؟ غير باش نكونوا فاهمين، انا ما قلتش لك ممثلين ما عندهم حتى شي قيمه، ولكن فاش كتبعهم هادشي اللي كيوقع. نقولوا شفتي شي تريلر مريقل فيه جيمس ماكافوي وعجبك بزاف، وانت تنوض طابي في جوجل افلام جيمس ماكافوي وخرجوا لك الصوبه ديال الافلام، شي تريلر، شي روم كوم، شي هورر موفي، شي اندي دراما، شي ويسترن، ولكن نصهم ما يمزكوكش. علاش؟ حيت الممثلين حربائيين، وهذيك هي خدمتهم هي يتبدلوا، كياخذوا الدور اللي غادي يدخل لهم اللعاقه ولا اللي غادي يتشالنجيهم ولا اللي جاب بسم الله كله ولا كارير ديالو. ولكن المخرج هو السيجنيتشر، ذا فيجن، ذا ستايل اللي تقدر تعول عليه. ملي كتشوف فيلم ديال كريستوفر نولان كتعرف باللي غتلقى كونسيبتات مشعكين، ملي غادي يكون فيه في فيكس وشي تايم لاينات تشعل في مخك العافيه. تيم بيرتون شي غوتيك فيري تيلز كيخلعوا الدراري الصغار، وغالبا فيها شي شخصيه مصرفقه كيلعبها جوني ديب المتحول الجسمي. بودي آلين شي جوبل ديال نيويوركرز مابونين عند طبيب نفساني وكيهضروا بالزربه وكيدويو العلاقات والوجوديه. تيرنس مالك قصيده شعريه على شكل فيلم فيها مشهد فيه 40 دقيقه كيبان فيها الزرع كيتمايل. نبيل عيوش شي ظاهره اجتماعيه كتجبد التعاطف الباز. فوزي بن سعيدي سلو بيرن وحوارات ضبابيه. هشام العسري قصص فيها الزنقة والطراش والفكاهة وكومنتير على المجتمع. فاش كتختار تتبع المخرج كتعرف راسك بالضبط شنو غتلقى. هذا هو الفرق. الممثلين أدوات في يد شي واحد، المخرجين هما المهندسين، هما الإمضاء فوق اللوحة ماشي الشيتا. وما تفهمنيش غلط، الممثلين الواعرين يقدروا يرفعوا من قيمة الفيلم على قدو. منى فتوش تقدر تجيب لك الدموع غير بشوفه وحده. عزيز داداس يقدر يضحكك باصغر التويشيات، ولكن في الغالب الممثلين كيجسدوا رؤيه شي واحد اخر ولا في اطار رؤيه واحد اخر. كاين عزيز داداس ديما كيلعب راسو. المهم المره الجايه فاش تكون كتسارى في نتفليكس ولا غادي الميغاراما ما تبقاش تشوف غير في الوجوه المشهوره اللي كاينين في لي زافيش. شوف شكون اللي دار الاخراج، شوف شكون كتب، شوف شكون استوديو اللي دار الانتاج. هذه هي الطريقه الوحيده اللي تقدر تكون بها الذوق السينمائي ديالك وتلقى افلام كيحركوك انت بالضبط. حتى الا عندك السينما زايده ناقصه على الاقل غتبان عميق ومثقف باش يعيق على بنادم. ولكن الاهم فهادشي كامل من اليوم ما تبقاش غير متابع ديال المشاهير، غتولي عاشق حقيقي للسينما.